السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده يا جماعة هيكون فيه ضرب نار ضرب نار ضرب نار. بس قبل أي حاجة، لو أنت لسه جديد معانا في القناة ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وكمان تعمل لايك للفيديو ده علشان يوصل لكل الناس. يلا يا جماعة نبدأ الفيديو ده. قبل أي حاجة يا جماعة، الناس اللي بتقول إن أنا بحارب مرتضى منصور وإن أنا أهلاوي أو أنا زملكاوي، بالعكس يا جماعة، أنا دايما مع الحق. دايما أي حاجة بتحصل لازم أطلع أتكلم عليها ولازم أوضحها. خلونا نشوف الفيديو ده ونبدأ نعلق عليه واحدة واحدة. كنا قاعدين وهو نازل، احنا ما نعرفش ان هو جاي في النادي ولا هو بيزور النادي ولا اي حاجة. احنا ما لناش اي فكرة خالص عن اي حاجة. انا قاعدين عادي، قاعدة حاطة رجل على رجل وقاعدة. بغض النظر يا جماعة عن شكلهم أو لبسهم، بغض النظر يا جماعة عن شكلهم أو لبسهم، بس احنا هنتكلم بالعقل وبالمنطق علشان تكون كل حاجة واضحة وزي الفل. طبعا زي ما هي قالت انهم كانوا قاعدين عادي جدا وفجأة لقوه نازل، وده اللي كان واضح في الفيديو اللي قبل كده. هو جاي عليا على طول بسرعة وبيهددني. نزلي رجلك، نزلي رجلك. أهم حاجة هنا الصباع ده، نزلي رجلك، نزلي رجلك. انا ذهلت، ايه ده يعني؟ نزلي رجلك، انت حاطة رجل على رجل. هي كمان حبت تبعت 5 رسايل للناس عشان تشوفهم. انا بوجه 5 رسايل او اكتر، يعني مش هعدهم، بس اهم رسالة بوجهها لسيادة. خلونا نشوف اول رسالة. الرئيس، يعني ده رئيسنا وده رمز الدولة بتاعتنا كمصريين، يعني لسه كان بيكرم المرأة، لسه بيتكلم وهو عن أهان المرأة. فازاي المرأة في عصرك يا ريس بتتشتم بأبذأ وأقذر الألفاظ بالطريقة دي ومن حد عضو مجلس نواب؟ هي بتقول ان الرئيس كرم المرأة، تقوم انت جاي يا عم مرتضى هين المرأة. تاني حاجة لوزارة الداخلية، وزير الداخلية، أنا برضه كمواطنة يعني اتأذيت وما اسمحش إن يتوصف يعني رجال الداخلية بالوصف اللي هو وصفه. الوصف بذيء موجود كمان على الفيديو. صح، عندك حق. اسمعوا الرسالة دي كمان. وبعدين في كاميرات، وانا بطالب فعلا بتفريغ كاميرات النادي اللي هو استشهد بيها. انا بأصر على تفريغ الكاميرات. اما في الرسالة الثالثة هنا الدنيا بدأت تحلو قوي. الحاج مرتضى منصور قال ان في كاميرات في النادي صورتهم وهم بيشربوا حشيش وبيلفوا حشيش. انه يجيبوا بقى الحشيش والكلام دوت والخن اللي ولا احنا بنلف ايه؟ في الساعة 3:30 4 الظهر بنقعد نلف. وهنا الحاجة دي قالت أنا بقى عايزة التصوير ده، ومن هنا بدأت المعركة. اللي عنده تصوير يجيبه، وأنا كمان عايز أشوف التصوير ده. خلونا بقى نتكلم بالعقل شوية. هما لو بيلفوا زي ما هو بيقول هيلفوا جوه النادي، وبعدين زي ما هو بيقول لو هو شافهم هما بيلفوا حشيش، المفترض إنه يروح يقبض عليهم ويمسكهم متلبسين، ولا ياخد منهم الحاجات دي ويرماها في البحر؟ هنا تحكم بعقلك مش بانتمائك ايا كان. طبعا الاتنين عملوا بلاغات في بعض ومحاضر في بعض، محضر سب وقذف وتعدي. بس انت عارف هو بالضرب سبقني واشتكى. انا رحت الاسم عشان اعمل له محضر، لقيته عامل لي محضر باسم ملكه ان انا تعديت على بتوع الامن وضربتهم. انا عايز. وكمان هو قال ان هم مش اعضاء وهم بالفعل طلعوا اعضاء، وهو عامل بلاغ انهم ضربوا الامن. الكاميرات اشوف بس وانا بضربهم، عايزه اشوف شكل وانا بضرب بتوع الامن دول بشكل. واكيد نادي الزمالك ملان كاميرات. هي ردها كان انها عايزه تشوف الكاميرات دي وهي بتضربهم. في صوت بس اللي عمله بقه، انا اتصدمت، انا وقفت متنحه. ايه ده؟ انا ازاي طبعا انتوا اكيد عرفتوا دلوقتي الصوت اللي عمله بقه هو ايه، اللي كان عمله قبل كده في الفيديو الثاني. اتصدمت، انا وقفت متنحه. شوف ملاك سبحان الله وقفت متنحه، ما عملتش اي حاجه. فعلشان كده طلعت اوضح كل اللي حصل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.